ومتكاتف وموحد. اهم. طيب أستاذ إبراهيم بولحية، نعود دائما للخرجات لمؤسسة باريس على اختلافها. مؤخرا كذلك الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أدلى بتصريحات ضد الجزائر، وقال بأنه هناك بعض الحقائق حتى تدخل، نقدر نقول بأن الجزائر تعيش أوقات صعبة إلى غير ذلك، يمكن أن نعتمد على المغرب أكثر من الجزائر. كيف تعتبرون هذه التصريحات في هذه الفترة بالتحديد؟ شوفي مجد، أنا نقولها لك. أنا سبق وكلمت عن ساركوزي. ساركوزي هو مجرد عميل لنظام المخزن، أها. يتقاضى أجره من نظام المخزن، يسكن ويقطن في نظام المخزن عند في المغرب. لم يتوقف يوما ساركوزي عن الإساءة وعن الضرب تحت الحزام بالنسبة للجزائر، حتى قبل أن يكون رئيسا، وعندما كان رئيسا، وعندما كان وزيرا للداخلية. معروفة كره وعداوة ساركوزي للجزائر. بالنسبة له عقدة. الجزائر بالنسبة لساركوزي هي عقدته الأبدية. أنا نظن باللي شو نقول، الاهتمام بما يقوله ساركوزي سيضيع لنا الوقت، لأنه لا لكن في يؤخر. كل مرة هناك خرجة جديدة لا يؤخر ولا يقدم شيء. لنيكولا ساركوزي، لا يعني يؤخر. كيف يجب أن نيكولا ساركوزي لا يقدم ولا يؤخر شيء. هذا رجل من التاريخ. هذا رجل انتهى، رجل من التاريخ، كما انتهت فرنسا بالنسبة للجزائريين وأصبح جزءا من التاريخ. ساركوزي أيضا انتهى بالنسبة لنا وأصبح جزءا من التاريخ، ولا يجب أن نعطي له أهمية ولا لكلامه، لأن كلامه كله مدفوع الأجر، ولا يقول كلام بدون أن يتقاضى أجره. طيب، على ذكر اللوبي المغربي، كنت أشرت إلى أن هناك لوبي مغربي متغلغل يعني في فرنسا. هل يمكن القول بأن هذا اللوبي المغربي تمكن من اختراق يعني كل هيئات الدولة في فرنسا؟ نعم، نعم، هذا حقيقة يعني. والقاصي والداني وكلنا نعرف هذا، بأن المغرب ونظام المخزن يعمل. لديه لوبي في أمريكا، ولديه لوبي في إسرائيل، ولديه لوبي في بلجيكا، ولديه لوبي في هولندا، ولديه لوبي في فرنسا. لكن اللوبي الفرنسي مهمته الأساسية هي الإساءة للجزائر وعرقلة سياسات الجزائر وتعكير الأجواء والعلاقات بين الجزائر وفرنسا، حتى تبقى دائما فرنسا مناصرة لنظام المخزن في القضايا، في قضية احتلال الشعب الصحراوي. يعني على ذكر هذا هذا معروف. اللوبي الآن المغربي، كانت عنده. جريدة لو جون افريك ذكرت نعم. مقالا لو مع الزملاء تحالف مقدس ما بين المغرب وفرنسا. هل يمكن نعتبر بأن هذا التحالف الذي أصبح اليوم يعكس بعض من التصرفات، بعض من التصريحات، الخرجات لسياسة باريس على اعتبار، قلنا نيكولا ساركوزي، غيره كما استمعنا لتصريح لبرنار إيمي حول الموضوع الذي يحاول الاستثمار في الجهوية؟ هل تعتقد بأن هذا اللوبي المغربي أصبح، نقدر نقول، يضغط أكثر وأكثر على فرنسا حتى تكون لديها مواقف اتجاه الجزائر بطريقة أو بأخرى؟ شوف، نقول له بكل صراحة، المغرب ما عندوش لوبي واحد. المغرب أوه. عنده لوبيين أساسيين: اللوبي اليهودي أو جماعة اليهود المغاربة، وعنده اللوبي المغربي اللي يخدم. يعني عنده لوبيين في فرنسا، والاثنين يخدموا من أجل تعميق والرفع من مستوى العلاقات المغربية الفرنسية، وعرقلة أي علاقات جدية وممتازة بين الجزائر يكون على حساب الجزائر. على حساب الجزائر. أوه. أعطيك مثلا، عندما جاء هولاند هنا للجزائر قبل انتخابه كرئيس الجمهورية، تم استقباله من طرف السلطات الجزائرية. وأتذكر أنني حضرت مقابلة مع السيد رئيس مجلس الأمة وكنت حاضرا. كان معه 3 جزائريين. أين هم؟ لم يبقى منهم واحد. أوه. 3 جزائريين، ولعبوا دورا أساسيا في حملة هولاند لترشيحه للانتخابات الرئاسية. لم يبقى منهم أحد بفضل الضغوطات التي مورست من طرف اللوبي اليهودي واللوبي المغربي لزحزحتهم وإبعادهم عن القرار، عن مصدر القرار في فرنسا. المستشارة الآن التي عينت أخيرا في كمستشارة لهولاند هي أودي
أزولاي، ابنة أندري أزولاي اليهودي المغربي، مستشار الملك الحسن الثاني ومستشار محمد يعني السادس 3 حقائب وزارية وكبير في مستشاره. الحكومة، يعني نعم من جنسيات نعم مغربية نعم. مغربية. وهي معروفة بصهيونيتها وبعدائها للجزائر وبدفاعها عن مصالح المغرب حتى لا نظلم الشعب المغربي، ودفاعها عن نظام المخزن، عن نظام المخزن. معروفة ليست بقديمة، هي طيب أستاذ إبراهيم بولاحي، هل يمكن مثقفة أن نقول يعني وسينمائية هذا اللوبي المغربي اللي أصبح يشتغل لصالح فرنسا على حساب الجزائر بطريقة أو بأخرى يعتبر تودد، حتى فرنسا مقبلة على انتخابات رئاسية نعم 2017. نعم ممكن أنه توجه نيكولا ساركوزي أو غيره من الداعمين لهذه السياسة المغربية حتى تخدم مصالحهم أكثر فأكثر، أكيد يعني في صناديق الاقتراع. أكيد أكيد. وهذا هو الهدف هو هذا. الهدف هو استمالة الجالية المغربية والمغاربية بصفة عامة إلى جانب المرشح هذا والمرشح هذا. وفي نفس الوقت لا تنسي شيء آخر يجب أن لا ننساه، خاصة بالنسبة لنا الجزائريين. المغرب هو الحديقة الخلفية لكل سياسة الساسة، باريس. كل الساسة في باريس. جاك شيراك قصره موجود في، معروف، انا شخصيا اعرفه في مراك. سكن نتاع ساركوزي، سكن نتاع دي فيلبان، سكن نتاع كثير من السياسيين، ميشيل جوبير السابق، كلهم يقيمون في المغرب ويمارسون السياحه الذي يريدونها في على المغرب على طيب اختلاف. أستاذ إبراهيم بولحية، نعم في ظل هذا التطاول من